لو طلاق تقليدي؟ طلاق. لا لا، زواج تقليدي. تدري زواج تقليدي ليش؟ اريح يعني مثلا راحت وين بال بس والله. دقيقة، الزواج التقليدي وين يجون يردون يخطبوك؟ منين يجون ياخذوك؟ انت قاعدة بتركيا واهلك بالجزائر، منين يخطبوك؟ يدخلوا لي على في على الواتساب. على الواتساب، يقدمون عريضة طلب زواج. هذا مو تقليدي، هذا زواج واتسابي. التقليدي يجون يدقون الباب. تعال يدقون اقول لك الباب شلون يطلعون يصير أهلك. تقليدي. زين شلون يصير تقليدي؟ يصير تقليدي من يدزون العريضه، انا ما اجاوب، اقول لهم تعال روحوا لعند اهلي ونلتقي عند اهلي، وما نسولف الله. ابد. لا شنو تحبين، لا سوالف هاي تعبانه، لا حبيتي ما حبيتي. شكل عنوانكم واحد وين؟ يقول وين لوحده عنوانكم؟ خليني. حبيتي من قبل ولا ما، ولا تساله، هذا اليوم اللي ياخذها ويتزوجها قسم بالله ليندمها على عيشتها، يكرهها حياتها. عيش أريد واحد. عيشتها هسه، بس راح تظل تلبق. اعطينا مجال. إيه. عنوانكم اريد اجي هسه اخطب، وين اروح ادق الباب؟ عندك فلوس؟ يعني حاليا عندي ما يكفي الزواج، ورا الزواج نرتبها انا عندك وياك. طيارة لا ما نرتبها، ما في شيء مضمون. عندك طيارة خاصة؟ اشتري عافية. عندك يخت؟ يخت ااجر. لا اجار ماكو، انا اجر بروحي. شنو عاد شنو انا واخذ الراجل عشان ياجر لي؟ قلت انا ما اخذ انجلينا جولي. مو انجلينا جولي، ايمان لا، شنو؟ غوثي. والله والنعم على راسي. جزيرة عندك جزيرة؟ جزيرة الحب عندي. انا عندي قاعد بشبيت اسوي جزيرة الحب. لا 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 لا. كيفك؟ شوفي، يعني بسهولة تلقين فلوس بهذا الوقت، بس بصعوبة تلقين قلب وفي. ما اريد أنا قلب القلب، وفي. لان عن والدين القلب، ما اريد القلب. منو قال لك انا اريد القلب؟ ما اريد القلب، ما اريده. يا شباب، يعني من هسه اقول لكم لا تحبون من كل قلبكم، حبوا بجيبكم بفلوسكم. إيه؟ جاي تسمعون تو رأي هو- البنات؟ شوف، تريد نتكلم بمنطق مرتضى ونشيل المزح إيه. على جنب. لا كلمي بمزح وشيل المنطق على صف. لا خلينا نتكلم بالمنطق. تو الحين يلا. مثلا هسه إيه. انت رايح تخطب على سبيل المثال، الناس اللي راح تخطب عندهم يقولوا فلان شنو يخدم، شنو يشتغل، شنو عنده، صح ولا لا؟ صح. يعني شنو مؤهلاتك، شنو عندك؟ اي بس هاي الطلبات اللي ممكن تعيش الزوجة، بس مو ممكن انه طيارة خاصة، يخت، بيت. لا عاد انت رايح حظ وما عندك فلوس ومنطم وماكو شغل و24 ساعه دايح بالكافيهات، تقول لها انا ما عندي، تقبل بيك؟ ما تقبل بيك. لان انا بشرفك، انا لو عندي يخت وعندي طياره وعندي بيت وعندي شارع خاص باسمي، اجي اتقدم على زواج، انا افكر بزواج. انت مخبله. شفتوا؟ انا اخليك انت تجين تشاركيني باملاكي. ليش؟ شفتوا شلون؟ شفت؟ ما هو لا، ربي عندك ما والله. يعطيه الحم، ما يعطيه ربي، يعرف لما يعطي الحم. اي لا بس شوفي انت، ربي لحد الان ما داز لك اللي عنده ماكو طياره. ماكو، لانه انا عارف نيتي وانت ربي عارف نيتك. الاثنين اكفس من بعض. انا برا هاي المحادثه. انت برا؟ كيوت. برا هو مو معانا. ما يدخل نقاشات حاده. تامر خليه يحكم. خلي نسوي جلسه قويه. اسمع ايمان، بحكي لك يلا. شغلة. انا مع مرتضى بشغله حكاها. لما يكون عنده يخت ويكون عنده كل هاي الشغلات، ترى بيكون مصفصف 37,000 بنت جنبه حلوه، لشو يتزوج؟ بس من جهه ثانيه، من جهه ثانيه، اي وقت يا من جهة ثانية فيدال. بوصل لمرحله بمل، بيصير بده يتجوز بشي. فيدال لا راجعين. حتى اذا ما عندي معلوماتك. 37,000 بنت، بس انا راجعين عندي هاي دروسك. الاملاك كلها. بس تسمعي ايش قد تحكي. انا عندي هاي الاملاك كلها. اجي باللايفات اقول لها ارد اتقدم لك، اكو 1000 بنيه اروح احب واتقدم لها واخذها احنا ما نتكلم باللايف، نحن نتكلم بارض انا هسه الواقع. انا هسه جايك كزواج تقليدي، ارد ادق الباب. وين؟ ما اريدك تدق الباب. شنو بكيفك حبيبتي؟ زواج تقليدي. بالغصب
انا اجي ادق الباب وترفضين اذا تقدرين. خلونا نسولف بمنطق، والله نسوي شيء مصارحة. يلا صارحيني، خاف مصارعه. لا مصارحة. تسوي يلا. الجولة هذه وش بيها واقفة؟ يلا بس فد شوي، أعطيني مجال أريد أركز وياك. شو عم بتحيكي؟ بتطبس المطارة. هاي مريم نور. اقول لك قصتك تلمع ايش بيه؟ ما راجع، ما هجاوبك. طيب. ما قصتك والله هجاوبك. اي ما راح اجاوبك. يلا سولفي. صار جاوبك هسه قدام 2000 شخص وريكوردات ودنيا، ما نجاوبكش مرتضى. صيف. يلا سولفي. سؤال. جواب. احنا نتخيل نفسنا انه نحن ما عندنا سوشيال ميديا نعم. وعايشين حياة عادية كلش حلوة طبيعية على قد الحال. نعم. تروح انت تخطب وحدة. نعم. لما تروح تخطب هاي الوحدة تقول لها أنا والله مشتغل موظف عندي راتب كذا 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 كذا، يعني عادي. هي شنو تقول لك؟ هي حتقول لك أنت شنو عندك في حياتك، صح؟ صح. أوكي. أنت بالمقابل حتسأل البنت تقولها أنت شنو عندك في حياتك؟ أنت دارسة هكا منا صح؟ لا انا اسالها اهم شيء اسال عن شرفها. زين. وغيره شنو تسأل؟ ما يهمني، انا يهمني اخلاقها وشرفها. الفلوس تجي بعدين، ما افكر بالفلوس. بعدين انا الرجال انا اصرف عليها مو هي تصرف علي. ايه. اوكي راح نتكلم بمنطقية وصراحة. والله منطقيه بس على وصراحه البنت. جاي احكي قسما بالله. اوكي. البنت تقول اذا انت ما تاخذ لي بيت لحالي، ما تسكنني مع اهلي، انا ما اسكن. شنو؟ البنت ايش بيها؟ تقول لك انا ما اسكن مثلا مع بيت اهلك، اسكن لحالي وابغى سيارتي، ابغى كذا يعني اشياء لحالي. ما تفيدني بصراحه هاي البنت. البنت اللي اريد اتزوجها لازم تكون راضيه بحياتي وراضيه انه شيء يصير وياي هي تعيشه وياي. هي مو هو الزواج مو مصلحه، هو الزواج محبه. الزواج انه تكوين اسره. اي هاي الحلوه والمره. احنا وصلنا لنقطه مشتركه. 90% من حالات الزواج عباره عن زواج مصلحه. 90%. وانا ليش اروح افوت روحي بهذا المعترك؟ اروح بزواج المصلحه. انا اريد احب حتى لو هي منعجبه به وهو منعجب بيها، زواج يكون فيه المصلحه. لا هسه المصلحه بس اعطيني مجال. المصالح المشتركه هاي لا باس منها. يعني مثلا انه هي تريد تتزوج حتى تطلع من بيت اهلها، حتى الرجال يصرف عليها، هاي من حقها. انه انا اصرف عليها من حقها. اني اتزوج لانه اريد اكون اسره، هاي مصلحتي فمن حقي. هاي حقوقنا. عافية بس يعني من تجي المصالح وين تكون المصالح القويه؟ لما تجي تدور وياي ماديات، لما تجي تدور وياي بيت باسمي، سياره باسمي، اريد بيت على البحر، ما اعرف شنو، على الجبل، يوم يسفرني يوم. هاي لا، هاي هنا زواج مصلحه. بس هذيك ما تسمى مصالح، هذيك مصالح مشتركه ومصالح دنيويه. يعني هاي لازم. اعطينا مجال علاوي. تفضلي ست منيره. انت اخذتها على قد الحال وقبلت بيك وراحت معاك وقالت لك انا معاك على الحلو على المره. نعم. الحياه فيها مغريات. راح تشوف بنت عمتها، خالاتها، صحباتها، واحده اشترت هاي الشغله، واحده جابت هذه، واحده عندها هذه، واحده عندها هذه. النفس طماعه، هي لا اراديا حتصير تحب هاي الاشياء. مش انت حتدخل في عقلها ولا في قلبها، راح تصير تتطلب منك وانت راح تصير تلبي لها، بس لانه انت ما قادر تلبي لها فانت راح تحاول، فهي راح تمل لما ما تلاقي عندك هاي الاشياء، بعدها راح تتطلق. زين انا اقول لك اجاوبك على هذا هاي النقطه. اول شيء هي من راح تتطلب، اذا اني امكانيتي تساعد فراح البي لها الشغلات، هاي منتهي منها. بس اذا انا امكانيتي ما تساعد، المفروض هي دورها كامراه
تقدر انه اني كشخص امكانيتي ما تساعد، فهي انا زوجها مو غريب، فالمفروض توقف وياي انه لحد ما تكون امكانيتي تسعفني انه البي لها فالبي لها. اقول لك الحياه مع الواقف، الدنيا مع الواقف. هاي زمان جدي وجدتك وجد جدودنا يعني هسه كانوا انت جاي يقفوا مع تقولين انه بعض. الفقير اقول لك هسه انت جاي تقولين يعني انه الفقير ما يعيش، الفقير لا يتزوج لا يكون مو اسره ما لا. يعيش، يعيش بس يابا لازم يكون جاهز لاي شيء. احنا قاعدين نهيئ في الشخص الفقير للحاجات اللي جايه قدامه. ما يخالف اي بس مو لهالدرجه. لا عندنا معارضه استاذ تامر. نعم استاذ تامر تفضل تفضل صاحب الحق. ها انه يكون جاهز للزواج شيء. نعم انا طموح، وانه كل البنات يكون طموحهن كثير اعلى من شو هن بيقدروا يوفروا لحالهم ببيت اهلنا وبيت زوجهم، هذا شيء ثاني. مش كل بنت بتحلم يكون عندها براندات وسفر وحياه هالقد لوكسوريوس. وانت ليش واخذ المراه باش تعيشها في الفقر؟ ما لها علاقه، ما بيها شيء، ما بيها شيء. المرأة الأصيلة شو ما بيها شيء؟ المرأة الأصل الأصيلة موجود، بس الحياة ايه. تتطلب الرفاهية. ماكو الرفاهية من يكون تعبانة. من يكون اقول لك بس سؤال هسه احنا لا مرة ايه رخصتك تفضل من رخصتك تفضل. مرة احنا اليوم عايشين بعالم كلها سواسية، لو اكو الفقير واكو الغني واكو مو صح؟ اكو بس زين هسه احنا جاي نحكي ماكو عن حال، الفقير. ماكو حال يبقى على حال يا بني ادم. الفقير يتزوج وياخذ وحده. انا اقول لك الحل الفقير من وجهة نظري انا وانتم شوفوها كيف. نعم. احسن حل للفقير انه يتزوج، يروح يجيب وحده افقر منه، او ما يجيبهاش نفس الشيء، خاطر نفس الشيء حتتعبها بعدين. يجيبها افقر منه وهو يساعدها وما يخليها بين قوسين تتعرف للحياة الرفاهية، لأن إذا تعرفت للحياة الرفاهية فما راح تصير تعرفه هو، راح تصير تعرف اللي بعده والحياة اللي بعدها. فهمتني؟ فيضل هو وياها في نفس النقطة. ترى لا تحسسين احنا عايشين، انا كنت عايش بالغرب. احنا امهاتنا شابن الرفاهيه وشابن الضيم. وشافوا بس يا مرتضى ناس زمان مو ناس هسه. اسمعيني هو هسه وذا قبل، هو بس مجرد الوقت يتغير. لا يعني لا هو البشر نفسه. انت مثلا عندك قلبين وهي عندها قلب واحد. لا مرتضى انت قاعد تتكلم على نقطة غلط. انت راح تجيب العادات والتقاليد والحياة اللي كان فيها الخير والبركة تبع السبعينات والستينات والخمسينات، راح تجيبها لهذه الحالة. لا معانا. تعال وين رايح؟ تعال انهزمت. هو هذا الموضوع كله وانت بس تشاركنا. خذي مجال احكي. يلا احكي لو حابب تحكي. اسمع انا الفكره مع من شوي من شو بتحكي، وفي اشياء ضدها يعني. يلا شنو ضدها؟ مش كل بنات الدنيا بفكروا بنفس التفكير. في بنات عندهم قناعه، والقناعة موجودة. طيب بس الحياة تتطلب رفاهية. هو مش كل اوكي بس انا مو يوميا، لو كل اسبوع، هو كل شهر مثلا، كل شهرين من امكانيتي تسعفني. يعني زين انا اذا ما عندي، انا اليوم زوجك وما عندي، شو تسوين؟ تطلقين من يمي اذا انت ما تدورين ستر؟ لا مو صح موجود. اقول لك على شيء، انت ما جيت كثير بنات، بعرف كثير بنات راضيين بالحياه تبعتهم بالمستوى اللي هم عايشين فيه، وهمهم الكبير هم كيف يعيشوا اولادهم للامام مستقبل اعلى. هادو نادرين يا تامر، هادو ما نادرين يا تامر. لا مش نادرين. في بالنسبه لهم هاي الرفاهيه اللي انت بتشوفيها، هاي حياه الفجر وحياه كثير شغلات ثانيه. لا لو سمحت، نحن ناس نتكلم بكل مصداقيه وبكل احترام. لا نتكلم بمصداقيه وباحترام. في ناس كثير بتشوف ما راح اغير الموضوع، راح احكي الحاجه اللي معاي. حياه الرفاهيه حياه كفر، ما الناس مش فوق. ايوه انت عايش حياه الرفاهيه وحياه الكفر، ما تريد تعيشها هي؟ شنو هذا؟ وانت اناني. انا ما عم بحكي عن الحل، انا عم بحكي بالمطلق. انت حكيت عن فكره، مش شرط هاي الفكره اللي بتحكي عنها موجوده عندي. انت سالتيني عن رايي. خليكم اجيب لكم صديق يشاركنا بالموضوع. انا لاني عايش بفور ولا راح جيبي صديقك داعم لك. إيه صديقي راح يشاركنا بالموضوع وراح يعطينا فكرته. تفضل خيال تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. كيف دايرين؟ احنا لاباس، انت كي داير غايه؟ زيدي بعد يا ايمن عاد شويه، عاد زيدي بعدين. راكي بعيد. علاش؟ زيدي عاد شويه ليه زيدي. وانت مالكم مني؟
تمالكم ماني نبعد ولا نقرب. عندنا موضوع نقاش احمد راح نتناقشوا فيه بكل مصداقيه وبكل صراحه. مصداقيه غنمشي نخطب. يلا انت. يلا ماشي مشكل، هضري خذوا راحتكم اخوتي. يلا وين كنا؟ وين كنا؟ ديروا الجوله خالنا باش نلعبوا. واخا فين نعم. كنا؟ وين وصلنا استاذ تامر؟ كانت عندك النقطه، قلت انك انت شنو تحب؟ كبسوا بشرفكم كبسوا. كنت بحكي لك لا ما معهم سؤال. مش شرط الفكره اللي انت بتحكيها تنطبق علي انا، بس انا بحكي على اللي كنتوا تحكوا فيه. مش كل البنات عايشات بمستوى، وكلهم بيطلعوا على مستوى كثير اعلى منهم. يعني اذا بتاخذ احنا على دولنا العربيه، عندك ملان دول عربيه فئاتهم بالمجتمع درجات اللي هي للفقر واطيه، فهذول اللي بيجوا اف وجي واي وسي، مش بالاي والبي والسي اللي تحت كثير، مش كلهم عندهم طموح حياه الرفاهيه، كلهم عندهم طموح يتزوجوا ويجيبوا اولاد. بس انا معاك في هذه النقطة، انا ما بخالفك، بس الحياة بتتغير، الحياة فيها مغريات، الحياة بتعطيك اشياء انت ما بتتوقعها في عندك، تقدر انت تلاقي اشياء ما كنت تتوقعها. الانسان والنفوس تتغير مع الوقت، انت ما تتحكم في هذاك الشخص، ما في حال يبقى على حاله. يعني انت خديت وحده فقيره هي وراجلها وتزوجوا، ما راح يقعدوا على نفس الحال اخويا. في السوشيال ميديا في اشياء. المشكله انت جاي تناقشين شيء هو اصلا جدلي، يعني هذا ما راح نوصل بيه النتيجه، يعني ما راح نوصل نتيجه. ما راح يعني نوصل فوق شو سكتوا صافي هادشي اللي بقينا، مش موضوع نتيجه، ما كاين لا نقاش ما كاين لا نقشه. انت رايحه كثير اكستريم، يعني انه كل اثنين فقراء بيتزوجوا مش راح يكملوا، راح يصير في بناتهم يكملوا بس يا تمره انت مزوج؟ لا مش متزوج لسه. اسمك يا اخويا؟ ها؟ اسمك؟ تامر. اصحابي تمره مشرفين يا اخويا. انا احمد حبيبي. هلا احمد. من وين؟ فلسطين. ما شاء الله عليك. وين تعيش؟ في فلسطين؟ في قبرص. مزيانه قبرص. حلوه. الله يعافيك. خليناش نهدر في الموضوع. بالكم كتشوفوا في ينعجبوكم. احنا نتكلم بصفة عامة، بس انتوا واخذين الموضوع شخصي. استاذ مرتضى، استاذ تامر، احنا نتكلموا بصفة عامة. يا مريض انت من وين؟ انا عم بحكي عن عامة نتناقش الشعب. احنا كل من ينطي رايه. مريض انت من وين؟ مريضي. ها حبيبي اني مريضي. ما بعرف اقرا ما يعرف عربي يا يقرا شيخ. عربي، ما يعرف يقرا عربي. مريضي انت مريضي. سمعت لا انا مريض هون. تمر مريضي. شو كتبت تماك؟ مرتضى ما تعرف تقرا العربي، ما تقرا، اسالني لنجاوبك شنو اسمه. اصحاب لي مريض. مرتضى انا داعيك من العراق، عايش ببلجيكا. حتى انا وين في بلجيكا؟ انت من بلجيكا؟ يعني رجعت. كيفاش رجعت؟ كان عايش رجعت بالاسفار الاوضاع صعبه. دوشك باش ندير بلجيكا اخويا، دوشك انت شي قشاش شي عالم، انت ريحوا تكتب بلجيكا. ما فهم. انا وجهي مو مال بلجيكا، وجهي مال شنو؟ وجهك اخويا دير شي سوريا شي. شبيها سوريا مو سوريا عاجبك؟ واعرة، سوريا فيها الشمس والقفطان والمحاشي. ايه لعد شكو جاي تضحك على سوريا؟ لا انا بحب سوريا، بمشي لها عافية سبع. اكل المحاشي. عافية وردة. مرتضى لسه بتحكي بلجيكي ولا نسيت من السيزون؟ لا والله نسيت. وين كنت تعيش في بلجيكا انت يا؟ كنت عايش بالعاصمة بروكسل. نعم. لا باينه فيك اخويا ما شاء الله. ليش ما بقيت هنا؟ ليش ما بقيت؟ قعدت 6 شهور وصار وياي ظرف ورجعت. حشروك؟ لا انا صار عندي ظرف ورجعت. انا من يهجرني؟ أصحابي هجروك. واحد يهجرني يعني. هو مأجر الفيلا ومأجر. ما تعرف مأجر الفيلا ومأجر الجزيرة كلها تحب يهجروه. مأجر الفيلا كلها مأجرها. هذا مسكون؟ هذا الولد مسكون؟ اي مسكينة. عندي الغنم، عندي ارعى الغنم، عندي الغنم والبقر. جيب لي هذاك الغنم. انت راعي راعي حلال. الغنم راعي. الله يرزقك حبيبي.
كنت نشر جويه ولكن غيرت الشغل. نشر جويه فيها البرد. راعي الغنم، انا راعي الغنم صافي. اقول لك ايش في؟ اقول لك انت ايش قد درجه الحراره يمك؟ ناقص 4. يابا انا سخون، انا سخون، انا حراري. احمد انت مبين مبين السخون. كيف حالك؟ الله يمسخك. انا في الحراره زايده. احمد كي داير سافا؟ العطله مزيانه. لاباس. الله يمسخك. تجيب علينا العيد هنايا ريح. العيد مالي غنم ريح. حولي. انا عندي الغنم. ريح، راه العربيه تاعك بزيرو، ريح. شرفت ريح. بكم يا اخوتي العزيزه. هلا والله حبيبي هلا. والله العظيم تقعد تريح. والله انا جاي افتهم منك كلمه و10 ما افتهم. يلا انا جايه احمد. ما في جلسوا فينا تمشي فينا جلس يا صاحبي. مالك؟ لا رانا عجبوني الاخوان يتكلمون مليح والله. هذا كل ساعه براي، انا رايح هني قاعد، مو قال هساني رايح. راح العب جوله اخيره. انا هادو اخواتي شو ما شاء الله يتكلمون مليح. هذا يتمسخر بينا ولا شو وشنو؟ محترمين كثير. جيو مرتضى اقول لك أقول لك- هذا طاق، والله طاق، لا ترد عليه سويت والله. شو قلت لهم هادو قسما محترمين. بالله ما عنده ثقه. بجملكم يا اخواتي. انت ايش قد عمرك؟ ايش قد عمرك انت؟ انتم محترمين. واش قلت شيء سيء؟ على راسي لا ورده. لا حفظكم. قال لك كم عمرك؟ ما عندي مو العمر انا. ها؟ والله لا أنا. شارف ما يجاوب على العمر، يقول لك عمر انا ما ما جاوبت اقول. تيك توك. سامحني يا اخوي العزيز. بس انا هاي النقطه ما انت فاهمها فيك احمد. انت متزوج تزوج مرتين ومطلق 3 مرات. كيف يعني- الثالثة من وين؟ يعني كيف مطلق 3 مرات هذا؟ وضعيتك انت تعبانه. لا تزوج مرتين وطلق 3 مرات. قول لي ليش. واحدة منهم مطلقها أكثر من مرة. لا ديك فاهم. شوف اخويا يفهم في الحياه وانتم ما تفهموا دائما. اللي مزوج كيفهم، اللي ما مزوج ما كيفهمش. بس انت ما عرفتش مزوج تقول لي؟ يا تامر؟ ها؟ انت مزوج؟ لا ليش؟ لسه خلص ان شاء الله يجيب لك بنت الحلال. الله يسعدك. موجودة وانت يا اخويا مرتضي؟ انا مزوج 3 مرات ومطلق مره. يا اخويا انا مزيانه ليك لا كل زين. والله لا مخيره كاع. نعمه الحمد لله والشكر. والاولاد موجودين؟ 43 وردة. شو 43 الاولاد وردة؟ عندي 7 ماراثون 9 اولاد عندي 7. ايوا كمل عنده. كمل ربع باش تجيب الكيب وتلعب معنا في افريقيا. جيب عندي ربعة. عندي ولد يفتح لايفات يعني مشهور على التيك توك. اسمع كمل ربعه وجيب الفريق تلعب معنا كاس افريقيا. فهمته؟ فهمتي؟ هو راح اكملهم واجيبهم. صافي. والا ما قدرتش انا نعاونك. هبوش ما اشتغل القفاز. انا ما قدرت نتشارك انا وياك، جهالي وجهالك ونسوي لنا. ها؟ قال لك ايه نتساعد نشيل بعض. قال لك نتساعد انا وياك، جهالي وجهالك ونسوي فريق. جهال هم يقولون صافي انا الأولاد غنجيب الجهال. اللعابه صافي. جيب الدراري نجيب الدراري ان شاء الله. انت من وين؟ انت من المغرب؟ ايوه حبيبي. والله على راسي. شفت قلت المغرب ضربتك بالمطرقه العجيبه. هذا ترى طاق والله طاق. انا مبين شافط. انتم اخوه. على راسي. اسمع هو ما يعرف يتكلم ما يعرفش يقرا العربيه يعني. انا مش- امازيغي. هو امازيغي. اوكي هما ضربوني بالمطرقه العجيبه. يلا هدر معنا بالامازيغيه شويه. يا ودي ما باش تجامل عشاني قاشني شي كي يعني دارات باللحمه عن غزا عمود اش قدب وليد جيخ سليمان لا اوي يعرفوكم. باينه درت شي حاجه ما هيش باينه. زين هو ليش فاتح لايف بالشارع؟ هو كذا يدوج ما يقدر يتحمل يقعد بمكان واحد. في اكتئاب عنده اكتئاب حاد. وموديك ببلجيكا بعد وين يودوك؟ للجنه؟ ان شاء الله ليش لا. هو عايش في بلجيكا. سبحان الله نفس الدوله اللي انا سبحان الله. هاي مو صدفه ترى. ثانك
ثانك يو وفاء. قديش الجولة عمرك؟ جايز الجولة. شلون؟ قديش عمرك؟ انا عمري 38. ما شاء الله من خلف وين تموت؟ شو يقول؟ يقول لك ما ضلك هواية وتموت. عيد بقى الشهر لك يا زلمه. بقى لك عام وشهرين. احنا العراقيين دائما نروح شهداء في سبيل الوطن والامه. ان شاء الله باذن الله. ايوه هلا بربي. ويا احمد وين الجولة غادي نخسروا؟ يلا 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 ولا ايوا الدراري يا الدراري رجال. والشريف الشريفه. درجة الحرارة صارت انت بيا ساعه هسه يمك احمد بيا ساعه؟ ما فهمتش. قديش الساعه؟ ساعة كم عندك؟ 11 انا مترجم له. 11 12 11 11 11. 11 ليش ما تروح تنام لعد مو متاخر الوقت؟ مشي ننام عندي الفلالس. شنو هي هذا الشيء يا ننام عندي الفلالس مشي ننعس. يقول عندي هذا الفلالس الصغار اللي يجوا اللي يجوا مع الديك اروح انام عندهم. سلطان اسمه اخواته. ما ينام يضل كذا دايح بالشارع يفتح لايفات. أنا هابي. انت 24 ساعه دايح يعني هيك بالشارع؟ عندي الغنم ما تفهم ولا انا عندي الغنم في الشارع. راعي وين الغنم؟ بالله شوف الغنم ضيعه. راهم كياكلوا راشي عالي كياكلوا غيشو دابا نعيط ليهم. راح ياكلون ويجون. كنا نعيط ليهم. راحوا يعلفوا. وين ورينا ألو. وينهم. شوف لي هذاك الحوالين هالباب. هذا غنم مع موبايلات. يلا دابا صافي هذا ماله هذا؟ صافي اول شي دابا هذا كي داير هذا. هذا كي داير. يعني يفهم لغه الغنم. جيبوا لي ويلي اسمع هاي الفاصله بوعد اذا غلبتك احكمك تروح تنام. خلاص يلا ان شاء الله ماشي 10 شو جولة معاهم. قلت؟ ها اذا غلبتك بالجوله احكمك تروح تنام. لا يقولوا عندك محل سيارات خاص مزبوط. ايوه عشان الغنم من السيارات يعني. لا مره بركبهم في السيارات عندي اعملهم دورات حلو. في عندك الكفر. عندك هايشه كباب؟ نوا انت مو تبيع غنم؟ جيو يبيع انا سيارات بس انا يسميهم غنم. ببيع الغنم وكل شيء. انت بنادم نبيعه. كل شيء بيمشي. جماعة الجولة هلا بربي. هالجولة الفاصلة اريد هذه. صخله كباب رياضي. يو اذا انا بيحتك انا شو احكم عليك؟ انا هسه اذا غلبتك احكمك تروح تنام. يلا دابا ما يحكمش علي انا هذا. يلا وين يلا يو انت يلا الجولة. اذا خسرت شو احكم عليك؟ انا اذا خسرت اطلع من الجوله. ما طلع دابا ماني انا ما وين شو تسوي؟ شنو السالفه؟ راح ترقص في القهوه. ارقص؟ ايوه لا يا معود احنا هنا تعال شاورك تعال راح تعمل هكذا فقط شويه بس تعال شاورك. ايوه ريح يا بنت تعال شاورك هسه راح ادخل ايوه باذنك. اسمع انا عندي ايفون مجهد. تعال ايوه تكلم. ها تكلم. مو احنا هنا بالعراق حرام عندنا الرقص مو مثل لا المغرب. راح تجيب لهم اوبن ماين راح تشطح. يلا راح تشطح واذا خسرت. تريد نرقص؟ ايوه يلا هذا واغلبني واعود ارقص لك. كيفاش؟ ما تسمع؟ راح اربحك راح ترقص في القهوه. شويه صعبه هنا بالعراق ما يصير. في مكانك يعمل هكذا. لا ادري متوازي. يلا لا راح تعملها يا اخي العزيز. لا صافي. واذا عندي حكم اخر راح تخلص على شخصين قهوه. ها هذا شو يحكي هذا؟ راح تخلص على راح تدفع ثمن راح قهوتين. تدفع ثمن قهوتين لشخصين. اصلا انا دفعت مال 4 اشخاص هاي قاعدين. لا قد قاعد ادفع لي اشوهكم على قهوه ديال الاورو. سلم على اللاوي. سلم عليك تامر. اشوهكم على قهوه ديال افرنك.
دفعت مال 4 بعد شو راح تريد؟ تدفع، راح تزيد 2 آخرين. ادفع للاخرين؟ 2 كثير عاد. زين واذا انا غلبتك اخليك تركض ويا الطليان ويا يلا الغنم. نستغل البوكس. واه يلا هذا ما عنده مشكله. كلهم راح اركض ليكم للاخر كلهم بالاخر. ولكن تخسر راح مع الجولة. تعزمها، تدفع قهوتين لشخصين ما تعرفهم. اوكي الجولة الجولة. الياتوار اعملها اذا كنت رجل. ها جاي يقولوا لي من هم متوفي؟ يلا قفاز قفاز كلهم على القفازات. قفازات. جايز الجولة لا ديالنا ديالنا. يلا واش بغيتي شحال يزيدوا لي في السكور؟ غادي يجحفلونا عندهم الجحفالة. لايف جحفله جحفانة قال لك عندهم شطيح ماشي بحال المغرب راه سب. وين تسكن يا خويا؟ وين يا مرتضي؟ حبيبي وين تسكن؟ وين؟ اني بالشرق الاوسط. لا وين اسم الدولة؟ اسم الدولة العراق. 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 في القهوة هناك كثير من المجتمعات. انتم عندكم عادي شنو؟ بين الفتاة والرجل عادي يجلسون في القهوة. أرجيلة والسلام. يعني المقاهي عندكم مختلطة بين الشباب والصبايا؟ مختلطة. يعني مكان تقعد فيه. مو كل الاماكن، لا لا اكو كل اماكن. الأماكن قالوا لي كل المكان. منو حرام قال لك؟ جحفلوهم حرام. جماعة جحفلوهم. حرام. ماذا تفعلون هناك؟ تعال اصلحنا. اصلحكم. شو تصلح في قوم قريش؟ قصة في قوم قريش. وانت غير عايش ببلجيكا. اش تصلح في قوم قريش؟ قوم قريش كي قوم قريش. انت غير عايش ببلجيكا يا حرام يا. والله لا بلجيكا عندنا هنايا مزيانة بعد. مزيانه ولد وبنات صايره خرطي. لا يلا أنا في بلجيكا. يلا احمد يلا نزيد بحالنا. أنا حانزل يلا سيري. جماعة. يلا انزل. يلا وزير مرتضى زي- علاوي باي حبيبي. فدوى بالرود. مرتضى سلمني عليهم. دير بالك على حالك تامر. باي باي سلمني عمونا. عليهم يا يلا مرتضى. يلا باي باي حبيبي. خلي يلا احمد. سلمني على كريمة. الله وياك. والله ما فهمت عليه شيء. شو بيحكي هذا؟ انا كل شيء ما بتهم علي، ما ادري ايش يحكي، كلمه فهمها 10 لا. فاصل. طب يلا ابو الرود حنزل اعمل لفه بس دخلنا رباعيه ببعث لك. يلا حبيبي خذ راحتك. انت بقى. يلا اخي. ويلي انتوا مش قلتوا لي حسين فاتح؟ وينه حسين؟ هيو حسين ولارا فاتحه. ليش ما قلتوا لي حسين ولارا فاتحين وكله فاتح؟ ليش وانا صلي 20 جوله معهم؟ ليش صلي 20 جوله مع نفس الناس؟ انا مش عارف انه لارا فاتحه. واشتقت لها لارا، صار لي اسبوعين مش لاعب معها. تامر مين فاز؟ جرة الغاز مين فاز؟ بعدكم مش شايفين مين فاز؟ مراد وخلود. بالعكس حلو التغيير. صح صراحة. شو اسمعوا، اشتقتوا لي. شو انا ما تدخلت كتير بموضوع اللي كانت تحكي فيه ايمان مع مرتضى، لانه عندي اراء كتير بتختلف. يعني انا فاهم وجهة نظر ايمان من الموضوع، وانه كتير الصبايا من السوشيال ميديا عم بتشوف الرفاهية وعم تلحق الانفلونسرز وبشوفوا حياة الانفلونسرز بالسوشيال ميديا، والبنات شو بتتشرى وين بتسافر وشو بتلبس، وهي بدها بيركن وهي بدها براندز وهي بدها فان كليف وهي بدها مش عارف شو، والبنات بعدوا بين بعض بدهم مهر هالقد، وانا خطيبي اعطاني هذا المهر وانا خطيبي سفرني هنا. فاهم كل هذا اللخة اللي عم بتصير مؤخرا، بس هذا بيعنيش انه كل العالم صارت هيك، لا. يعني اذا بتحكوا في الدول كلها
في الدول كلها من مصر لدول الخليج للمشرق، في ملايين ناس طموحهم ابدا مش هيك، ابدا 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 طموحهم مش هيك. وفي بنات طموحهم انهم يتزوجوا ويجيبوا اولاد بس. في بنات بيطمحوا انه يتعلموا ويتخرجوا ويشتغلوا بوظيفتهم ويبنوا اسره وذاتس ات. ما عندهم هاي الحياه. يعني انا بعرف كتير ناس كتير 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 ناس اللي هم من عوائل اللي هي عوائل عندهم فلوس، بس بالمقابل بحبوا الحياه اللي جدا بسيطه، حياه الهدوء، حياه الريف. انا مثلا بحكي لكم عن ابي كل حياته يحب انه يقعد في بيت حواليه ارض فيها عشب وشجر، وياخذ سيارته ويتنقل بين القرى في الريف، ويكون عنده مزرعه فيها حصان وفيها غنم وفيها بقره. هذا الراس تبعه. ما بحب يسوي ويعمل، خلص سافر زمان وخلص، هسه عنده شغلات تانية. يعني ما لها علاقه، كل حدا وله التفكير تبعه، كل صبيه ولها تفكير. في صبايا بتشوف مثلا السوشيال ميديا، اذا بنحكي على المجتمع العربي مثلا، في كتير صبايا بتشوف السوشيال ميديا، او خلينا نحكي على المجتمع الاسلامي، او كل بنت من المشهورات بالنسبه لهم حياتهم حياه فحش وحياه غلط ومش حياه صح. فما بنفع اقول انه هاي البنت اذا تزوجت واحد اللي هو مستواه مثلا على سبيل المثال ما بيقدر يعيش الرفاهيه تبعت هاي البنات، معناته هي رح تتركه او رح تطلع على غيره اذا فتحت السوشيال ميديا وشافت واحد اغنى منه. لا لا لا، في ناس عندهم قناعه خلص هاي سنه الحياه، وهذا انا كملت بهذا الزواج نص طيني، فما بنفع اطلع عن الدين وافكر واخون واعمل واسوي واطلع على غيري واشوف من غيري واشتهي ما عند غيري. فتختلف. انا بفهمها كتير من محلات، لانه عن جد في ناس بتفكر هيك، بس مش يعني انه كل الحياه صارت هيك. لا، مش يعني كل الحياه صارت هيك، مستحيل. احنا عنا بديننا مثلا من الوصايا العشرة، في واحدة من الوصايا انه ما نشتهي ملك غيرنا، ما نشتهي اشي عند غيرنا، بصحن غيرنا، بجيبة غيرنا، ببيت غيرنا. هاي واحدة منهم مثلا. وفي كتير اشياء كتير اشياء يعني كتير. فعشان هيك هاي اراء ما بحب اتدخل، يعني ممكن اعطي رايي بس ما بحب الغي الراي الثاني. يعني انا لما باجي مثلا بقول رايي ما بحب اقول للثاني والله رايك غلط، خلص هو مقتنع هيك، هو يمكن بحياته شايف كمية ناس هيك بتفكر. انا مثلا بشوف مثلا عندنا في العيلة، بتطلع انا اخوتي مثلا، اخوتي الشباب ما بحبوا كتير، يعني سافروا قبل كتير ما بحبوا يسافروا، متزوجين وبحبوا يقعدوا ببيت كوزي، بالبيت اللي قاعدين فيه وخلص قاعدين هون في الهدوء في الرواء، في جزيرة اللي هي صيفية، بالصيف فيها حركة، بالشتاء هي كتير هادية، قاعدين مع نسائهم، مع خلاص يعني حياة. أنا مثلا عني لما وافقت على موضوع اليخت ومش يخت ولا، يعني الواحد الشاب لما بيكون بأول عمره بروح وبيساوي وبيعمل أنا مثلا من الناس اللي راحت وساوت وعملت وسافرت وشافت كتير وتعرفت على ناس وتعرفت على صبايا، بس أنا مليت. مثلا أحكي لكم بصراحة، أنا وصلت لمحل مليت، ما بحب أسافر. لا سوري، بحب أسافر بس ما بحب، يعني سفري مش نفس سفر زمان. سفر زمان كنت أروح على البيتش بارز وعلى الكلابز وأسهر للصبح وحفلات ورقص ويلا ووب 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 كل ويك اند. إسا بحب أقعد في غرفتي، يعني أنزل أعمل سياحة بعدين أروح أقعد في غرفتي، أحط أغاني، أحط أفلامي، أحط مسلسلاتي، أحط شغلاتي رواق، أكل أكل طيب. ها هو ما عندي إشي أعلى من هيك، أكبر من هيك ما بحب. يعني لكم أن تروا بعض حياتي السابقة في الهايلايتس في الانستغرام بالسنوات الأخيرة على الأقل يعني، بس في كتير منها كمان اللي شلتها لأنه ما بتزبط مع حياة الشهرة، تنعرض شغلات كتيرة، بس إنه خلص هاي جربتها، كانت مرحلة بالحياة وخلص أنا بمحل تاني، ما بدور على إشي. ما في حد مثلا بيساوي إشي بشوفه بالسوشيال ميديا فهو بيقهرني ولا بيستفزني إنه بدي أساوي مثله، ولا خلاص بالنسبة لي شفت كفاية، يعني ما راح يزيد والله مطعم زيادة ولا مقهى زيادة ولا بار على البحر زيادة ولا لا بروح بسوي الاشياء اللي بترضي غروري انا. يعني مثلا اشوف مدينة انا ما شفتها قبل، اشوف معلم سياحي ما شفته قبل، اتعرف على ثقافة ما شفتها قبل. اما اشياء الحياة نفسها، يعني كيف تبع الحياة اللي هو سهر وطلعات وصبايا ومدري شو، كله هذا خلص صار ورا ظهري.
فهيك والله. هيك هاي الفكرة يعني اللي أنا في راسي. صعب كتير ناس تفهمها. بس مثلا بحكي لكم شغلة، بعد مشاركتي بقسم ونصيب 4 مثلا كتير مرات كنت أطلع مع الشباب والصبايا كلهم بعد ما خلصنا تصوير، يكونوا ملهوفين منهم، كتير أشخاص تكون ملهوفة إنه بدنا نروح هون بدنا نروح هون بدنا نروح هون، وأنا هيك إنه أوف حد بعده بروح على هذاك المحل، يعني مثلا على هذا المحل إنه هذا بتذكر أنا كنت أروح عليه بال 2017. بس هم يمكن لسه بعدهم بأول تجاربهم، فما بنفع أحكم عليهم إنه هني ملهوفين مثلا، عرفتوا؟ لكن أنا جربتها هاي الحياة وخلص خلصتها، ما بتغريني يعني. فلهيك بكون شوي منزوي أكتر، ما بعرف أتأقلم مع كل نوعيات الناس وأروح وأشاركهم بالقعدات وبالسهرات، بس ما بكون ملاقي حالي أنا. بكون يعني بالنسبة لي قاعد إنه مبسوط تمام مع الجو، مع الناس اللي أنا معهم أكثر ما هو بالجو، إنه مبسوط إني قاعد مع هاي الناس، بس بكون بيني وبين حالي برضو ما مصدق وين أروح وأرجع لعالمي ودائرتي وناسي يعني، أو جوي أنا يعني. شو بتشتغل بالأساس؟ والله حاليا ما عم بشتغل صراحة، ماخذ بريك من الشغل تقريبا من سنة يعني، من ما دخلت قسم ونصيب أخذت بريك من كل شيء اسمه شغل. بشتغل على نفسي حاليا، على نفسي وعلى نفسيتي وعلى أهدافي القادمة. شو يا حببز؟ أنا مسكر الانفيتيشنز كلها، أنا مسكر الانفيتيشنز عشان هيك ما حد ببعت لي. أوكي يا مغباني، بقول من أول اللايف من امبارح مسكرهم عشان هيك. شو وقت تفرحوا فيه؟ قولوا إن شاء الله خير، كل شي بوقته حلو. مين هاي الفراشة الزرقاء اللي بترفرف اللي دخلت؟ هاي نفسها اللي اليوم كانت خجلانة تغني؟ نفسها؟ ليش تركتنا ورحت؟ فتحنا مواضيع كتير حلوة. اخي ما عندي مستوى، عم بخسر، انا ما بحب بروح. ايش في تنفس تعبيتي. بابا خربطنا نبلش. اسمع، لعبت مع حسين ولارا ولا لسه؟ لسه اجيبوا لي اياهم نشحطهم. ما عندك مستوى نخسره؟ مش عم بلاقيهم والله، ما عم بعرف، انا والحظ. قال هلا لا انت بكون عندك ولا انا بصير عندي. مين في فاتح؟ مين فاتح؟ حسين بلايف ماتش ولارا بلايف ماتش، شكلهم مع بعض. نستناهم نلعب سوا. يلا، في عم بين عندي ايمن فاتح. جيب ايمن. ايه اللي بدك اياه؟ ما بعرف، بس شيل الهي. بعت لي فارس ووحده. انا فارس ما مش بس بالوعد ولا خلني يا بنت. ما هو قانون وقلت يس هاي. سلام عليك. ولك ليش طلعت انا؟ انقلع ما هو.
كبير همو شو صار؟ عادي عادي. انت لو سالتني ابي بطلعش معه، بس خلص ما انقلع يعني مش مشكله. لا يلا يلا، حصل خير حصل خير. بغيابه خلص. تمام انت ما ما حدش يحكي عن حدا. تمام. في ايمن استنى اجيب ايمن. مرحبا. أهلين، هلا كيفكم؟ عدهان كامل ليتل فوكس. هاي فوكس اسمك لما لطيفة؟ كانت اسمك لطيفة. لا شيماء. شيماء ليتل فوكس. خلص ليتل فوكس وانتهينا. ضروري تعرفوا اسمها. تيمة مكتوب تيمة. تيمة شهابي. ريش يلا كيف بدك تلعبوا الجولة؟ اسمعوا عدهان كيف بدكم؟ مدالين تامر انا ضفتكم رح انزل. تمام. شو؟ يلا باي باي. ماشي الله معك. وانت ادم ضفتك. يلا باي باي. ماشي. بنات ليش بدها تفل؟ اللي في ليش الكومنتس. فلت؟ اللي في الكومنتس بنات مالكم؟ استنى شوي اشوف رابع. كيف اصحاب مع كنزي؟ يا اخي مين ما بدك جيب ايمن، جيب كنزي، جيب مين ما بدك. والله خلص هاي بعثت ايمن وكنزي. هاي يا تامر، لابسين انا وانت في الباب. ناقصنا تامر. وايت اند براون. لا لازمنا احجار النرد بس تبعون طاولة الساعة. هاي مادو، هاي ادهم. هاي يا عمري. والله ممكن ايه بس نسيان. يلا قسموا واجيب الكلمة. يلا لبنيز مع لبنيز. مين يعكر مزاجي يا جماعة؟ مشربكم، مين يعكر مزاجي؟ شو نربكم انتو؟ هذا الهبال ميت ونزل. بس شو بدنا نسمع؟ بس افتح لايف ما بعرف شو بدي احكي لكم اغاني. واللي مش عاجبها في الكومنتس تلحقوا تروح على لايفه. يا حتى مادو لابسه براون. ايه نايس. وادهم شعره براون. او واسدي براون. جايز حلو. يا الله اتش ليش بضرب مخفي وبتخليني هايط على الفاضي بعدين اطفال. ما بحب الدعم عندي يضرب مخفي. الله معك. جايز جولة واحدة. ايه بعد ما بقول الجولة. ايه عم ينزل له اسود على هيدا الاسد. شكلي بكره بوسع ما واحد. بصير شيء. اصلا عم بيقولوا لي مفعلة تاعت الجذب. ايه تفضلي جيبي واحد يلا. انت ساعدنا بالورد، احنا جماعة ليكي فرجيني وجهه ليش هيك بس شكله كأنه كتير ختيار. حبيتك. وين ختياري قبشني؟ ليش هيك منكوب؟ هيدا اسد مندوف. ايه محطوط ببريز الكهرباء. ثانك يو يا جماعه بدنا رش هيدا دولارات. اتش بيضرب مخفي. الله وينه؟ ييه 500 ليش 500 شو في؟ جايز كنا تكبيس لانه عم يلعبوا معنا. هذا مش ورد يا جماعة، مش ورد، هدايا هي. جايز نشير اللايف. ليكو انا عم بيصير معي شيء ما بعرف شو هو. اول ما افتح اللايف يا بيكون حلو يا اخره حلو، ما في حل وسط. ايه حتى انا هيك عن جد بفتح مثلا في مرات ما بفتح لايف بحسب جولات ورا بعض بعدين اخذ اسود. يلا شو اشوف فيك يوم؟ لا شو هالاغاني؟ عم فتش لكم على شيء حلو. دوام ايه والله. عمي فهمت خرا عليه. يلا خلصونا.
ملشلشين صح؟ شو هاي؟ ملشلشين. اليوم هيك اصلا هيك مدري كيف. لا هن مش نحن، انا بعدني فاتحة فيني انرجي. حدا عارف عنه شي تيرارارا هادي شي خبر يريحني تيرارارا من يوم الهي يا فلت جماعه احنا برباعيه في شي بيريحني موضوع مسمح ايه بني زهرة اسمك بالبلكونة ولا زهرة شو هيدا؟ ما لهاش علاقه في الموضوع يعني كيف هنيك يا زهرة عم خف تتعودي على الطناخة يا زهرة. وين شي تيرارارا عم خف تتعودي على وين الطناخة يا قلبي. اخذت هالدين تيرارارا بالعالم ما في بجنونك بتغالي علي من عيونك واترني. أنا بحب منارو ثانك يو. انا مش عارف جاوبني بصراحه، ما تساليني مالي خلق ارد وجاوبه. اوكي يلا see you guys thank you. يلا سي يو باي باي. باي باي باي. ادم اذا فت ارسل لي. اذا في حد بسلي فاتح قولوا لي. اوكي What time is it now? 12:20 عندي. اعطوني بس لحظة حبايبي. في مناطق في ثلج. لسه في حد ما بعت نفس الكومنت؟ لسه في حد ما بعت نفس الكومنت يا جماعة؟ لسه في حدا بده يبعت نفس الكومنت؟ ترى البني آدم هذا يوم طلع من البرنامج، يوم مشكلته طلع من البرنامج، طلع حكي علي وأنا مش عامل له إشي. فهو بحب يحكي عن الناس شكله، فخلوه يحكي. شفتوني ما عبرته أول مرة، راح أعبره كمان مرة ولا راح أعبره. في مستويات أنا بنزلهاش، عرفتوا؟ نزلت كفاية لناس دنيئة، فبنزلش أكثر من هيك. فيلا نيكست. لا شو توب شيف. بعدين حسين ولارا بجولة، بعدين بماتش. شكله مش رح تزبط اطلع معهن اليوم يعني. حبايبي كل واحد بيجيب لي اسم هذاك عندي في اللايف اعملوا له ميوت. يلا ذاك الاجرب بده بس اشي يحكي فيه. لا والله ما في نصيب شكله عن جد. صار لهم ساعة ساعتين من يوم ما خلصت الجولة، قبل ما افوت على ادهم وهني فايتين في جولة.
ما في حد لسه. ندخن سيجارة ونحكي مع بعض سوا ونتسلى. ما عاش البدو يزعلك. بس بدون إيه بوش. هاي شو؟ ما فيش وانا ولا شيء. انت شو؟ ولا شيء. لحظة خليكي معي شوي. بس لحظة ايفا، حط ميوت على اللايف كله. يا اخي عايش الحياة تامر في اللايف. تحسوا اللي ما كنتي وتامر تحكوا في الفيلا كلام الداربين. ما كنت اطيقه وما كان يطيقني. اوكي هيك حلو هيك. شو يا ايفا؟ قالوا لي ليش ما كنتوا تحكوا بالفيلا؟ قلت لهم لانه ما كنا نطيق بعض وما كنا متضاربين. انا وايفا كنا نكره بعض في الفيلا. ايه اوف. ومرة ما يطلع بنتي قلب لا ايه بيحكي عليه. شو هذا؟ ايوه ومرة كنت نازل الدرج. اسلوب دائما ورا ظهري وهي نايمة. مرة وانا شو اسمه نازل الدرج، كنت فارد شعري عامله كيرلي، جت معطتني شدت لي شعري. قلت له اوف انا مش وحده من البنات متخانقه معهم. بتقول لي فكرتك صديقه، وقتها كانت متخانقه مع صديقه. فشديت شعرها وصرنا نشد شعر بعض قام طلعت خصلي من شعرها في ايدي. فمن وقتها جماعة لو تعرفوا السبب خناقتي انا وصديقة ثانية، والله العظيم يعني مرات اتذكر بقول ياي قديش تافهين اقسم بالله. يعني الخناقة الاولى اوكي، خناقتنا الثانية والله العظيم تافهين. تخيل تعرف انت ليه تخانقنا مرة ثانية؟ شو؟ كنت قاعدة على سريرها. يا والله يعني لما كنت لابسة البينك شفتوا هاي الخناقة كلها اللي قامت لأنه كنت قاعدة على سريرها. بس عن جد؟ كنت قاعدة بسريرها اوكي، وبعدين هي كانت جاية لعندي، قامت قالت لي انا شفتها خلص بعرف انه هي بدها تقول لي قومي من سريري. فقمت اجت اول شيء قالت لي قومي من سريري. قلت لها خلص قمت خلص. بتعرفي كم خناقه صارت هذا الموسم من وراء عادات التخوتي؟ والله كل وحده بتقعد على تخت الثاني بصير مشكله. لا ما هي تختها تختها هي ترتبه وتحط له هيك، تحط له شيء، فهمت كيف؟ بش احبك موت. جايز شعري ما عجبني honestly، ولا عجبني الضوء ولا عجبتني شيء. So I think I have to change. I think لازم اغير المكان. مرة اعمل فيكي مقلب. يس جايز تريبل. تعرف شو يعني اذا تربل؟ شو بدك تساوي انت والجايز تبعونك؟ ولا شيء، بتخسروا وبتنزلوا. حرام عليك حرام عليك يا تعمل ليك. يعني جايز انا بس عم خبركم يعني انه في تريبل، يعني ما عم اعمل شيء. شوش ما فهمت ايش يعني مسمينك اخت تامر. والله ما فهمت اشي. شو؟ الشوش لا يعني عندي. والله الجو كتير بارد يا جماعة، كتير. شعري ما عجبنيش. لا جايز كم درجة الحرارة؟ عادي لم يعجبني. استنوا اقول لكم كم درجة الحرارة. لحظة. كل عشباب ما عجبك شواه. كيما يكونش شباب يعجبني.
تقعدوا تقولوا لي ايفا بدلي الشعر بدلي الشعر. اي هذه الحاله اللي درتها انا شكون نلقاها؟ كانت الحاله اللي رميتها شكون نلقاها؟ ليه ما عنديش الوذر انا من هون؟ رجعلي ساعه. ما هي ابلكيشن وذر، استنوا اشوفكم بجوجل. تفرق شباب. كنت غير الحرارة احلى. اوكي هسه درجة الحرارة يا جماعة 7 8. ما هو عادي. شوش اسمعي انت لازم تفهمي شغله. شوش انت وليون انتوا دعماتي هني انا، عرفتوا؟ دعماتي هني انا من حسابات تاني، وداعميني كمان عيلتي، وفانزي هني عيلتي، والفولورز تبعوني انا شاريهن، واللايكات تبعوني انا شاريهن، والشيرات تبعوني انا شاريهن، والفيوز على التيك توك وعلى الانستغرام وبكل محل انا شاريهن. انا شاري كل شيء. انا فت على البرنامج على الفاضي. الناس اللي بيطلعوا معك جولات والناس اللي بيطلعوا صور مش اصحابي، انا بس بتسلق عليهم فيك. فانا تامر انا فتت على البرنامج وطلعت ما اخذتش ولا شيء، كل شيء انا جايبه لحالي، عرفتوا؟ حتى انا ايفا مثلا مترجيها قبل ما تطلع معي، بعت لها على الواتساب ومتصل عليها بليز اليوم اطلع معي جوله او جولتين عشان نبين اصحاب، عشان شوي اتسلق عليك. لا ما بدي. عرفتوا؟ انا بضلني بقول له لا ما بدي شو هذا. وادهم قبل شوي كمان اتصلت عليه وقلت له ادهم اليوم اطلع معي 4-5 جولات بدي اغني لك وبدي اتسلق عليك، عرفتوا؟ انا هيك ماشي الحياه معي، هيك بالنسبه للناس هذول اللي بحبونيش بالسوشيال ميديا. كل شيء عندي مشترى، وكل شيء عندي انا بدعم نفسي، وانا بسوي وانا بعمل، وانا فيش عندي فانز، وانا متسلق، وانا هيك. لو انا مثلا من نفس بلد ايفا بكلوا خرا بيحكوش ولا كلمه، لانه من بلد كبير بخافوا من هجوم الجمهور. لو انا من المغرب، لو انا من العراق بخافوا بكلوا خرا، بس لانه انا من بلد صغير كلهم بتكلبنوا علي وبيطقوا. فعشان لا تحكي هيك يا اخي، بلدك لا. انا بحكي لك اياها بصراحه، هو هيك. لا والله بتعرف انا هاي ازدواجيه المعايير على فكره موجوده كثير. الفكره اللي عم تحكي عليها انت موجوده الصراحه، موجوده بكثره في قسم المصير كثير. بتلاقوا اليوم باهل فلسطين، وفلسطين بلد عظيم، يعني ما فينا ننكر انه قد ايه علماء وقد ايه اطباء قد ايه ناس كبار جايين من فلسطين يعني. اكيد ايفا، بس بقول لك هذا اكيد الاشي، بس للاسف يعني هيدي المعايير موجوده بقسم المصير بكثره والله. وهذا الاشي من الموسم تبعي، يعني من موجود من زمان. كانوا يزتوا علي كل المشاكل، بس لانه من بلد صغير كانوا يخافوا يهاجموا اي حدا تاني، والمشكله ما تكونش انا، يزتوها في انا عشان انا المهرب الوحيد، عشان ما ياكلوش هجوم مغربي، هجوم جزائري، هجوم عراقي، هجوم خليجي. فنفس الاشي قصه بتتكرر، يعني بس يشوفوني شوي طلعت بالارقام شاريهم، بشتري، بسوي دعم. والله الموسم اللي فات ما كانش يفوت لي دعم لاني بفتح الجولات، عم بفوت لي دعم هذا الموسم بدعم حاله، هاي اخته هذا اخوه، حلوهن صرميتي. مالك فيهم على فكرة. هاي موجودة بقسم نصيب كثير هاي الفكرة، بس انه يعني هذا الواحد بده يفكر فيها يعني اكثر من الان. ثانك يو يا الان من الكيد والبلا. هلا خلص انا عم بدعم حالي تمام. جبت تليفون ثاني. هاي اختي. على فكره بقول لك شيء حتى انا عانيت مع هذا الموضوع اللي عم تحكي عنه والله. يعني مثلا لانه انا من افريقيا العظيمه، سو كل ما بساوي شيء بصير انه انا شوارعيه وانا مدري شو وانا هجوميه وانا همجيه وانا مدري شو. لو كنت انا من غير بلد كان صار اسمي كيوت وديفا ومش عارفه ايش. فعادي يعني الموضوع على فكره ايزي. بتصير الان والله ثانك يو. لا ايفا اكيد من انتو ما فشرتي ولي يا حمار، عملت لك بلوك. اشكالك اللي بيبكوا يا ربي بيطلعوا بيلعبوا ادوار ضحيه، اشكالك واشكال اللي بتحبيهم.